من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الكلام على 4 أقسام، منه ما هو شر محض، ومنه ما شر أكثر من نفعه، ومنه ما هو خير محض أو خيره أكثر من شره، ومنه ما هو مستوي الوجهان لا خير ولا شر. فذهب 3 أرباع الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قبل أن ندحرج الكلام، قبل أن نخرج الكلام من أفواهنا، علينا أن نتأمل وننظر ونفكر في عاقبة هذا الكلام. هل هو خير يحبه ربنا تبارك وتعالى؟ هل يدلنا على الله سبحانه وتعالى؟ هل نؤجر به؟ فإذا كان كذلك أخرجناه من ألسنتنا. وإن كان شرا أو كان شره أكثر من نفعه أو كان كلاما مباحا، فعلى الإنسان أن ينتبه وأن يحذر. كم من كلام مباح يجر إلى مكروه أو يجر إلى محرم أو يجر إلى باطل، ما تندم إذا سكت، بخلاف ما إذا تكلمت وأكثرت من الكلام. الحلم زين والسكوت سلامة، فإذا نطقت فلا تكن مهذارا. ما إن ندمت على السكوت بمرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. رب معصية يسيرة، رب فعل يسير من الشر يكون سببا في هلاك الإنسان، ويكون سببا في دخول الإنسان النار والعياذ بالله. وهكذا بالمقابل، رب كلمة من الخير، رب عمل يسير من الخير مع الإخلاص لله تبارك وتعالى يفوز به صاحبه بجنة عرضها السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. الحديث يدلنا على قرب الجنة وعلى قرب النار بعمل الصالحات أو بعمل السيئات.